من سنتين طلعت معايا في اسرار وقلت بكره يعرفوا الفرق ما بين مجلس مرتضى منصور ومجلس حسين لبيب. الناس لوحدها هتعرف الفرق. نبوءتك اتحققت؟ الناس عرفت الفرق؟ اعتقد يعني باين للناس كلها. ما كنتش اتمنى ده يحصل طبعا، لان احنا في الاول في الاخر ما فيش حد هيفضل قاعد في مكانه طول العمر. وفي الاول في الاخر احنا زملكاويه عايزين المكان ينجح. لكن اعتقد الوضع اللي احنا وصلنا له يعني ما فيش اي زملكاوي هيبقى راضي عنه. ايه الوضع اللي انتوا وصلتوا له؟ الوضع اللي احنا وصلنا له ان الزمالك في 2.5 ايقاف قيد رقم 11. انتوا مسؤولين عن كام من ال 11؟ ولا واحد. مجلس مرتضى منصور مسؤول عن كام من ال 11؟ ولا واحد. ولا واحد. ولا واحد. ال 11 وقف قيد كانوا في مجلس حسين لبيب. بالظبط. ولا واحد مسؤول عنه مجلس مرتضى منصور. ولا واحد يا أميرة. لسبب هقول لك على حاجه. مجلس مرتضى منصور موجود من 2013 لحد 2020 وبعد كده اتجمد لمده سنه وبعد كده رجع تاني في 21 وبعد كده مشي في 23. على مدار ال9 سنين دول ولا مره اتوقف قيد للزمالك. بالعكس احنا لما رجعنا بعد الايقاف تجميد المجلس كان القيد موقوف برضو من كابتن حسين لبيب. لما كان لجنه معينه فكنا القيد وعملنا صفقات وقدرنا ناخد الدوري والكاس. هي الفكره باختصار يعني عشان ما نقعدش الناس ما تبقاش فاكره ان هي حرب او ان هي شماته او ان هي حاجه. انت نزلت انتخابات ومعاك قايمه موحده والمفترض ان انت عندك برنامج لل4 سنين اللي جايين وبتطرح نفسك للراي العام وللجمهور والاعضاء الجمعيه العموميه وبتقول لهم انا دي افكاري ودي سياستي وعندك حلول لكل حاجه. يعني انت مفترض اللي بينزل انتخابات هو عنده افكار وحلول احسن من اللي قبله. هو شايف ان هو يقدر يقدم حاجه اكتر من اللي قبله. على الاقل تحافظ على المكتسبات. حافظوا مجلس حسين لبيب حافظ على اللي عمله مجلس مرتضى منصور؟ لا طبعا. احمد سليمان معزول عن مجلس الاداره، بيطلع يهاجمهم على قناه اللي هو شغال فيها. اصلا فكره ان عضو مجلس اداره شغال في قناه، عضو مجلس اداره شغال في قناه هو اصلا مش اعلامي. يعني هو يعني كابتن احمد سليمان هو مدرب حراس مرمى وكان عضو مجلس اداره سابق معانا في المجلس سنه 2013 وبعد كده حصل خلافات ومشي. ما ينفعش يبقى في الاثنين، ما ينفعش يبقى اعلامي وفي المجلس. لا هو يعني مهيب بيساله على حاجات كواليس جوه المجلس. فهي في الاخر وضع عضو مجلس اداره الزمالك او عضو مجلس اداره الاهلي او الانديه الكبيره بشكل عام ما ينفعش يكون يعني موظف في قناه ومطلوب منه بقى يقول ايه اللي هيحصل لو بقى موظف في قناه؟ في تضارب مصالح. يعني في تضارب كبير مصالح طبعا. يعني انت دلوقتي يعني بتناقش بيصب في مصلحه فين بقى؟ مصلحه مين؟ القناه في الاخر ولا النادي؟ يعني بيصب في مصلحه اللي بياخد يعني مين بيستفيد اكتر؟ هو كابتن احمد سليمان هو اللي بيستفيد اكتر، بياخد اجر. طب بيشتغل لصالح مين اكتر، القناه ولا النادي؟ القناه. ليه؟ علشان هو بيقبض من القناه. يعني هو مرتبه من القناه، هو بيشتغل محلل او وما بيتكلموش اصلا في الكوره كمان، هو بيتكلم في المشاكل وكده بس. فطبعا ده كان استحاله يحصل مع المستشار مرتضى منصور. هل ينفع ان هو يطلع يتكلم في المشاكل وهو في المجلس؟ لا انت نزلت، انت راجل قعدت دورتين بتنزل على مقعد الرئيس. عايز تبقى رئيس نادي الزمالك وبعد كده توافقت مع كابتن حسين لبيب انك هتنزل معاه عضو. وانا دي برضو كانت علامه استفهام كبيره. يعني انت راجل بتطرح نفسك مرتين دورتين متتاليتين ان انت عايز تبقى رئيس نادي الزمالك وبعد كده نزل مع كابتن حسين لبيب. طب على الاقل انزل نائب، طب على الاقل انزل امين صندوق. لا نزل عضو. تحسي ان هو يعني في صفقه حصلت او حاجه حصلت. لو مرتضى منصور كان موجود كان عمل ايه؟ المستشار مرتضى منصور لو كان موجود كان عمل ايه؟ لا استحاله عضو مجلس اداره يعمل مداخله في التلفزيون من غير ما ياخد اذن من رئيس النادي ومن مجلس الاداره. والرئيس هيديله اذن؟ هيديله اذن لو طالع يتكلم بصفته عضو مجلس اداره، لكن هو موظف في القناه، هو متعاقد مع القناه. هل ممكن لو المستشار مرتضى منصور كان لسه موجود كان ده يحصل، ان هو يبقى موظف في القناه وهو عضو في المجلس؟ لا يعني هيخيروا ما بين الاثنين، عايز تكمل في القناه تكمل في القناه، تقدم استقالتك من المجلس.
مفيش ما في، يعني احنا بالنسبه لنا 1+1=2. وده ليه بيحصل في مجلس حسين لبيب؟ عشان مفيش مجلس، هو خلاص يعني اللي بيلاقي حاجه فاضيه بيمسكها ويشتغل فيها يعني.